اليوم كنا طالبين من ماما تعمل لنا أكلة فول على طريقة مطعم الأمين يلي موجود بحلب. مشان هيك هذا الفيديو فيه بقلبه وصفتين، أول وصفة على طريقة مطعم الأمين والتانية فول بزيت على طريقة بيت الماما. طبعا نحن من ضمن طقوسنا إنه وصفة مطعم الأمين تكون حاضرة عنا على السفرة كل ما بدنا نطبخ هاي الأكلة. واللي كانوا بحلب أكيد بيعرفوا لهذا المطعم لأنه كان من أطيب المحلات اللي بتعمل فول بالفعل. طبعا نحن كنا نروح زيارات على حلب نزور قرايبينا هنيك، وكل ما رحنا يجيبوا لنا فول من عنده. من أول مرة زرناهم صاروا يقولوا لنا رح نطعميكم فول مو دايقين مثله بالشام. وبالفعل من أول مرة دقنا صار الأكل من عنده بكل زيارة تقليد بالنسبة لإلنا ونقطة علام. يعني مثلا بس بدنا نروح ونجي نعلم الحارات بكم حارة لفينا بعيد عن المطعم، ونقول له لشوفير التاكسي مثلا نزلنا عند المطعم مشان ما نضيع يعني. إذا حدا مثلنا كان ياكل عنده اكتبوا لنا بالتعليقات، وإذا عندهم صفحة كمان اعملوا لهم منشن. طبعا في مطاعم تانية كمان رايحين عليها هنيك. بتذكر كان في مطعم ما بتذكر شو كان اسمه، بس هذا كان يلف سندويش فلافل وكان في طاولة بيكون عليها كل أنواع المخللات وكان في خضروات كمان. ما بتذكر شو كان اسمه، إذا كمان تتذكروا شو اسمه اكتبوا لنا بالتعليقات إذا شي حدا كان عنده وبيعرف. بالمناسبة حلب كتير معروفة بمطاعمها وبأكلها الطيب، يعني حتى معروفين إنهم بيساعدوا العالم كتير. أنا بعرف إنه كان في عالم إذا بتجي وما معها مصاري تدفع حق الأكل فأكيد صاحب المطعم بيقول لهم لا تدفعوا، يعني مثل كأنه هي شغلة معروفة عند أهل حلب. طبعا كل السوريين مشهورين بهي القصة. نرجع لحديثنا على مطعم الأمين يلي طعمة الفول عنده لا يعلى عليها أبدا. ولأنه حبينا هي النكهة كتير وقتها قررنا إنه ننقل هي الوصفة لنصير نعملها نحن عنا بالشام. طبعا أصحاب المحل حفظونا وقتها إنه هدول الشوام اللي جايين زيارة وصاروا يتوصوا فينا كتير. كونه ماما بتحب الطبخ وهذا الشغف تبعها سألتهم عن سر النكهة، ووقتها المعلم قال لها إنه السر بمعجون الفليفلة يلي بيعطي هي النكهة المميزة وبيخلي صحن الفول عن جد مو صحن تقليدي. المهم هلأ تذكرنا أنا وماما سيرة صارت معنا هنيك. مرة كنا هنيك وفجأة قرروا يروحوا على المسبح، لأنه أنا وأختي مراهقين يعني على أساس إنه إلنا مزاجنا الخاص وكذا، قررنا نضل بالبيت وما نروح معهم، وإنه ما بنحب جمعات العيلة على أساس مملة، يمكن هلأ صرنا مملين مثلهم. المهم ضلينا أنا وأختي لحالنا بالبيت. هلأ صارت قصتنا مثل قصة بنات برودواي، هي القصة يلي صارت السنة الماضية بميامي وقت بنتين صغار ضلوا لحالهم بالبيت بلا ما حدا يعرف. تخيلوا ضلوا لحالهم ببنت هاوس لوقت ما بالصدفة لقاهم شب توصيل الأكل. فيكن تشوفوا القصة كاملة على قناتي قصصكم، لاقوا الرابط تبعها بالتعليقات وفي غيرها قصص تانية كمان. طبعا هن ضلوا لحالهم 18 شهر، انا واختي ضلينا لحالنا يوم، وهلا بحكي لكم شو صار فينا. المهم لكفيكم قصتنا انا واختي، هن جابوا لنا اكل وقتها مشان ما نجوع، وانه راحوا على اساس يستمتعوا بوقتهم. بس انا واختي لا، شو اكل من المطعم، طلعنا ببعض. ميمو واحد هل تفكر بما افكر؟ اعتقد ذلك يا ميمو اثنين. قمنا طلعنا هالبطاطا وبلشنا نحضر لنعمل بطاطا مقلية على اساس انه اطيب مع الفول والمسبحة، اساسا بتطلع كتير تقيلة، ما بعرف يعني كيف قررنا هيك نعمل. حطينا هالزيت على النار وتركناه يحمى. بهي الأثناء كان طالع على التلفزيون فيلم ما بتذكر شو هو، بس المهم قعدنا التهينا بالفيلم أنا وياها. شو صار يا حزركم؟ تخيلوا معي الأحداث هلأ، بنات لحالهم بالبيت حطوا الزيت على النار والتهوا بالفيلم. شو رح يصير يا حزركم؟ أول شي بلشنا نشم ريحة بهالبيت ما عرفنا من شو، فجأة شفنا ضوء جاي من جهة المطبخ. رحنا على المطبخ ولا هالزيت لابب بالنار، ومن قلة الخبرة راحت أختي جابت مي وكبت على هالزيت. هي كبت على هالزيت وما فيني أوصف لكم كيف طلعت طابة النار من الزيت. بلش كل شي يصير أسود، وهو بالأساس الزيت بس يحترق بيطلع دخان أسود. الله ألهمنا ورحنا دقينا على الجيران. إجا الجار وحط بطانية فوق المقلاة وطفى الغاز. هاي الشغلات طبعا علمونا إياها بالمدرسة، بس خلص العقل ما بقى يشتغل بهي الحالات. المهم الحمد لله نفدت على خير وما حدا فينا تأذى ولا احترق شي. بس بعد ما انلدع كل المطبخ بالزيت وصار كل المطبخ لونه أسود، هون بقى صرنا خايفين بس يجي وتجي أمي وتشوف هالشوفة وهالشحار كيف بده يتنظف، مستحيل نلحق قبل ما يجوا. هلا ما رح كفي لكم كيف أكلنا خناقة وبهدلة مرتبة مقسمة على كذا يوم، بس فيني إلكن إنه من وقتها بطلنا نقلي شي بالبيت، لا أنا ولا أختي. أنا أساساً بطلت حب الأكل المقلي من وقتها، وهي كله بنرجع بنتذكر قصة بنات برودواي. طبعاً بدي أذكركم إنه فيكم تحضروا هاي القصة وقصص تانية على قناتي قصصكم، رح تلاقوا الرابط بالتعليقات.